أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر دعينا فيه جميعا إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى. أحببت أيها الإخوة أيها الكرام أن أبين مسألة مهمة قبل حلول هذا الشهر المبارك، ألا وهي مسألة النية في شهر رمضان المبارك. طبعا إخواني، الشخص مخير في مسألة النية، إما أن يأتي بنية واحدة للشهر، يقول نويت أن أصوم شهر رمضان كله قربة إلى الله سبحانه وتعالى، أو أنه عبارة أخرى إخواني، أن أسلوب آخر، يعني في كل يوم ينوي، أما بالليل أو قبل طلوع الفجر ينوي لليوم الذي يريد أن يصومه. يعني مرة يأتي بنية لليوم الأول، ومرة يأتي بنية لليوم الثاني، ومرة يأتي بنية لليوم الثالث وإلى آخره. لكن هذه النية أيها الأحباب تكون إما في الليل أو قبل طلوع الفجر. هذه مسألة جدا مهمة. المسألة الأخرى إخواني، قد يسأل سائل: هل يجب الالتفات إلى النية بشكل تفصيلي؟ هل يجب أن ألتفت إلى النية بشكل تفصيلي؟ إخواني، لا يجب الالتفات إلى النية بشكل تفصيلي، وإنما يكفي وجود النية ماذا في النفس ارتكازا، وجودها في النفس ماذا ارتكازا، ولا يجب عليه أن يلتفت تفصيلا. يعني يكفي أنه يعرف ويعلم أنه صائم وهذه نيته لشهر رمضان المبارك، هذا يكفي. مسألة أخرى أيها الأحباب، وهي إذا شخص لم ينوي الصيام غفلة أو جهلا إلى أن طلع عليه الفجر. شخص لم ينوي الصيام، يعني ما نوى يصوم إلى أن طلع عليه الفجر. نحن نشترط في شهر رمضان النية تكون قبل صلاة الفجر، قبل طلوع الفجر أيها الأحباب كما تعلمون. لكن هذا غفلة سهوا لم ينوي الصيام، ماذا يترتب عليه؟ ماذا يجب عليه أيها الأحباب؟ في مقام الجواب نقول: إذا كان قبل الزوال قد تذكر أنه لم يأتي بالنية قبل الزوال، ولم يأتي بمفطر، مثلا لم يأكل لم يشرب من هذه المفطرات الموجودة في الرسائل العملية، هنا إخواني ينوي ويحسب إن شاء الله له صيام هذا اليوم. وإما إذا تذكر بعد الزوال، يعني بعد صلاة الظهر، تذكر أنه لم يأتي بالنية بعد ولم يتناول مفطر، أيضا لم يتناول مفطر، وتذكر أنه لم يأتي بالنية، هنا إخواني ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن ينوي صيام هذا اليوم برجاء المطلوبية، يعني بنية رجاء المطلوبية يكمل هذا اليوم، وعليه أن يقضي هذا اليوم بعد شهر رمضان المبارك، بعد انتهاء الشهر المبارك. مسألة أخرى إخواني، إذا شخص نوى صيام شهر رمضان قبل الفجر، نوى صيام شهر رمضان، لكن بعد الفجر نوى الإفطار، يعني الشخص إخواني كان ناوي لصيام شهر رمضان، بعد صلاة الفجر قال لا أنا أريد أفطر، يعني نوى الإفطار، أو تردد في النية، يعني قال أنا ما أعرف هسه أبقى على صيامي أفطر، تردد، صار عنده تردد في النية. في هذه الإخواني في هذه الحالتين ماذا يترتب عليه؟ ماذا يترتب عليه؟ إخواني أيضا في هذه الحالتين يكمل هذا اليوم بنية رجاء المطلوبية، يعني وإن كان رجع إلى نية الصيام ولم يتناول شيء، يعني بقى على صيامه، يكمل هذا اليوم بنية رجاء المطلوبية، وعليه أن يقضي هذا اليوم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. أحببت أن أبين ما يتعلق بالنية إخواني كما ذكرت لكم بشكل إجمالي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا نحن وإياكم لصيامه
وقيامه، كل ذلك بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.